سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو تلقاكم بصحه جيده يا ربي. كيف ما كيبان لكم البنات، جيت لكم اليوم بالجديد. ما غاديش تبقاو تعكزوا على هاد البطيبيطات ولا ميني مطبوط. نديرو في الدار بمقادير بسيطه ومتوفره في المنزل. بالنسبه للمقادير، عندي 250 غرام ديال الدقيق الابيض، 250 غرام ديال الفينو، نفس الكميه البنات. ملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه، ملعقه سكر، وجوج المعالق ديال زيت النباتيه، وماء دافئ للعجن، ومن طبيعه الحال ملح حسب الذوق. انا غادي نجيب العجانه ديالي، نتوما الا بغيتو تعجنوا بالايد ديالكم ممكن. كنحط دوك الكميه ديال الدقيق اللي عندي عادي بحال كتعجنوا الخبز عادي. نزيد عليها الفينو، وغادي نزيد عليها الخميره، الزيت، 2 معالق كبار ديال الزيت، السكر. بالنسبه للسكر انا غادي نديرو، هو اللي كيعطي داك اللون الذهبي لدوك الخبيزات البنات. غادي نخلطو هو والخميره الفوريه باش كيتفاعلوا مع بعضياتهم. كنزيد عليهم الماء صافي، وكنضيفهم. كيف ما كيبان لكم هكا كتسرع العمليه ديال الاختمار. صافي، وغادي نحطها تعجن البنات. غادي نجي معاهم بطبيعه الحال بالماء. من بعد ما تعجنات غادي نغطي عليها بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليها تخمر. هنا راه هي خمرات البنات. غادي نحاول نشكلها على شكل كويرات. كنرشها بالدقيق. جات مرخوفه هاد العجينه وزوينه بحال القطن. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه، لان فعلا هاد البطبوط كيجي غزال بزاف. صافي، كنحطهم شويه يرتاحوا، وعاد غادي نجيب المدلك ونبدا نخدم. هذه كتبغي تسرح بالمدلك باش تعطيكم داك الحجم اللي صغير. هنا انا عندي جوج قطاعات. هذيك ديال البلاستيك ما غاديش نديرها، الحجم ديالها شويه كبير، فضلت نديرها غير بالكأس. غادي يجيني الحجم ديالهم صغير، هذاك هو الحجم اللي بغيت انا. صافي، كنجيب الدقيق هكا كنسرحو فوق الطابله ولا سطح العمل. كيف ما كتبان لكم راه خامره مزيان. صافي، كنبدا نطلق فيها هكذا بالدلاك. حتى كتطلق مزيان، ما يكونش السمك ديالها ما يكونش رقيق بزاف، ما يكونش غليظ بزاف. شي هكا 1.5 سنتيمتر تكون في السمك ديال البنات باش تجيكم زوينه. ما ترقوهاش بزاف. صافي، وكنجيب داك الكأس وكنبدا نقطع فيهم دوائر كيف ما كيبان لكم. وغادي نجيب واحد البلاطو هنايا، وتكون معاه واحد السربيته ولا سيرفييت باش غادي نحطوهم. غادي نعاود نستفهم البنات، نعاود نحطهم باش يعاودوا يخمروا عاوتاني مره اخرى. ضروري من هاد العمليه تحطوهم حتى يخمروا المره الثانيه. هنا مشيت كنسخن في المقله. النار تكون متوسطه، ما تكونش عليها العافيه بزاف باش ما يتحرقوش.
كيف ما كيبانوا لكم. شوفوا كيفاش راهم ناجحين، كيف ما كنحطهم كيتنفخوا، وهذاك النفخ ديالهم دليل على انهم غادي يجيو زوينين ودغيا ملي تبغيو تحلوهم دغيا غادي يساعدوكم على الحلان ديالهم. جاو غزالين البنات بصراحه. شوفوا داك السكر كيفاش عطاهم داك اللون الذهبي. الحمد لله كنفرح ملي كتكون شي وصفه ناجحه هكا وكتصدق معايا، كنبغي نتقاسمها معاكم باش نتوما تصدق لكم وتستافدوا منها كيف ما كيبان لكم. شوف هنا صافي كملت الخبيز ديالي، كملت كميه كامله، خرجت كميه بزاف لا باس بها، ما حسبتش شحال من وحده ولكن خرجات كوميم. شحال جاو زوينين. من بعد غادي نجيب حشوات مختلفين نتوما على حسب المتوفر عندكم في الدار. انا خديت هنا غير صلاد، خديت طون، وهنا كانت عندي الكفته شحرتها هي والبواغو والفلفله الحلوه حتى هي غادي نعمر بها. وهذا الشيء قلت لكم كيبقى اختياري لكم نتوما، والحشوه اللي بغيتو ديروها ديروها. هنا عندي جزر خلطته بالمايونيز، وعندي الزيتون، فروماج غابي، اي واحد الحشوه اللي عنده يصايب بها. هنا بغيت غير نوريكم البنات كيفاش جاو من الداخل ديالهم غزالين غزالين غزالين. شوفوا كيفاش باينين مدلوكين وزوينين بزاف. شوف تنفخوا ملي هذاك الانتفاخ البنات اش كنقول لكم راه مهم. هذاك الانتفاخ شوف ملي كتحلها ما كتكون هكا مفاكين على بعضياتهم. راه الصوره كتوضح لكم كتبين لكم اي حاجه بغيت نقولها لكم. صافي هنا غادي نبدا نعمر فيهم بهذوك الحشوات اللي عندي. صافي وغادي نستفهم. وانا هنا غادي نكمل هذوك الخبيزات اللي عندي كاملين. وصفه كتجي رائعه البنات، صدقوني جربوها ما غاديش تندموا عليها. ومن اليوم ما غاديش تبقاو تعكزوا على البطبوط ولا ميني بطبوط هكا. كيجيو خبيزات رائعين بحشوات مختلفه. الا عندكم الشاورما ديروها هي كتجي غزاله البنات معاهم. الا كان كيهمكم الامر فايت مني انا عندي فيديوهات قدام البنات العام اللي فات كنت درت شهيوات ديال رمضان، كنت درت فيهم شاورما، كاين بزاف بوريك بالدجاج، كاين بزاف ديال لي فيديو البنات. الا ما قدرتش نبارطاجيهم لكم هنا في صندوق الوصف غادي تدخلوا غير الفيديوهات القدام ديالي غادي تلقاو بزاف ديال الوصفات. منهم واحد العجينه كنت درتها ديال المايونيز هي كتجي غزاله بزاف، ديروا بالي بغيوش ولا مالحين ولا كيجيو غزالين بزاف. صافي البنات انا غادي نستمر على هاد الطريقه هذه حتى كنكمل هذوك الحشوات اللي عندي كاملين. انا هذه درتها بالطون. ولا حبيباتي هذا هو الشكل النهائي ديالهم، والمذاق ما نعاودش لكم البنات جا غزال بزاف. وشوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجي رائع رائع. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه، وكيف ما العاده الا عجبكم لا فيديو وصلوا لاكبر عدد من اللايكات، واللي مازال ما اشتركش في القناه يضغط على الزر الاحمر باش تكبر العائله ديالنا. وكنقول لكم مرحبا والف مرحبا بكم في القناه ديالنا. غادي نخليكم البنات مع هاد الصور، والفيديو ديالنا كيتسالى هنايا، والى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله. وإلا بغيتوا اي نوع من الفيديوهات ولا شي وصفات بغيتوني نديرهم لكم كتبوا خليهم لي في لي كومونتير على الراس والعين نديرهم لكم.
الى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله.